راح آخذك في رحلة إلى داخل عيون حيوانات ما شفتها من قبل. خليك معي. أولا، عين الماعز. تمتلك الماعز حدقات أفقية مستطيلة الشكل نفس هذه الصورة التي أمامك، فهذا الشكل يمنحها مجال رؤية بانوراما واسعة جدا تصل إلى حوالي 340 درجة، يعني مجال بصري واسع جدا يساعدها على اكتشاف الحيوانات المفترسة التي تقترب من أي اتجاه تقريبا دون الحاجة إلى تحريك رأسها كثيرا. ثانيا، عين الوزغ. فعيونها مصممة للصيد في أوقات الليل لأنها تمتلك قدرة عالية على الرؤية في الظلام، والأغرب من ذلك أن عين الوزغ لا ترمش أبدا، حتى أن عيونها تبقى نظيفة بفضل غشاء شفاف يحميها. ثالثا، عين القط. فالقطط يا عزيزي تمتلك طبقة خلف الشبكية تسمى البساط الشفاف، فهي تعمل كالمرآة تعكس الضوء مرة أخرى، مما يضاعف قدرتها على الرؤية في الظلام مقارنة بالإنسان. وأخيرا، عين الحبار، وهي حدقة على شكل حرف دبليو مثل الصورة التي أمامك. فهذه الحدقة الفريدة للحبار تتيح له التحكم في شدة الضوء الذي يدخل إلى عينه بشكل كبير للغاية، فهذا يساعده على الرؤية بوضوح في أعماق المحيط المظلمة. فكل عين يا صديقي تحمل أسرارا مدهشة عن طريقة رؤية العالم، من بانوراما الماعز إلى حدقة الحبار التي تشبه شكل حرف دبليو. وما تنساش تتابعني عشان أوريك أشياء ما كنت تعرفها من قبل.